وأنا غالبًا دلوقتي ملاحظة إن الراجل والست أو الولد والبنت بيتجوّزوا عشان عندهم plan معيّنة محتاجين يعملوها قبل الفرح، تلبس الفستان وهو يلبس البدلة ويعملوا photo session ويبقى هو قدّام صحابه اتجوّز وهي قدّام صحابها ما فاتهاش قطر الجواز وحياتنا هنبقى حلوة وهنعمل honeymoon في المالديف ومسطّبين كده عاملين plan كده حلو إحنا داخلين متارجتين إحنا هنعمل إيه، وفجأة كده بنلاقي إن خلّصنا هنعمل إيه بقى؟ هنقعد في وِش بعض كده طول النهار والّا إيه؟ طب يالّا نتخانق، طب يالّا نفهم بعض، ما إحنا ما كانش عندنا فرصة أصلًا قبل الجواز، هي دي المشكلة، إن إحنا ما عندناش فرصة ما اديناش لنفسنا وقت نشوف إحنا جاهزين والّا لأ، هل إحنا نصلح والّا جايين بعيوبنا بقى وعندنا مشاكل وعندنا أحلام، على فكرة 3/4 اللي بيتجوزوا دلوقتي هم عندهم أحلام لا تمُت للواقع بصلة. أنا داخلة أحقق أحلامي، ما لقيتش الأحلام ده أنا خارجة باي باي، وده مش صح.